يا محل الجود المن والعطاء يا حديث لساني بالليل والنهار. عمر الزاهي اسمه الحقيقي محمد أيت الزاهي، من مواليد الفاتح من جانفي عام 1941 بعين الحمام ولاية زوزو. انتقل إلى الجزائر العاصمة وهو طفل صغير، واستقر رفقة عائلته بحي الربو بباب الواد العريق، أين تعلم أبجديات الفن وأصبح من رواده. كان يجيد العزف على عدة آلات موسيقية مثل الجيتار والمندول. كانت بدايته الفنية مع بداية عام 1963 بعد أن تتلمذ على يد مشايخ كبار أمثال الشيخ لحلو ومحمد الإبراهيمي المعروف باسم الشيخ القبيلي. تأثر بالعديد من شعراء القصيد على غرار الشيخ الباجي. يتميز الزاهي برنة جميلة وحنجرة عذبة وذهبية زينت قصائده، فمن منا لا يعرف الخاتم، مريومة، يا لوشام، بالصلاة على محمد، يا قاضي ناس الغرام، يا المقنين الزين. يا الله توبة من عندك يا كريم عفو عن عبدك، مقبل مغلاقي قلبك الرحم يا عظيم. اعتلى الفنان عرش الغناء الشعبي العاصمي وأبدع فيه، ولم يكن يكترث بالشهرة، فرغم أدائه لعدد ضخم من القصائد الشعبية والتقطقات الموسيقية الرائعة، لم يسوق معظم أعماله في سوق الفن إلا عددا قليل. رغم كل هذا فإن مسيرته الفنية تمتد إلى أكثر من 50 سنة. جعل الزاهي من موسيقى الشعب سبب وجوده، فاختلى بجيتارته فابتعد عن عالمه وعن هواجسه المادية، فهو الفنان الأسطوري الذي أضحى لا يجيد الكلام إلا مع آلته التي لا تفارقه أبدا. امتنع عن الظهور في مختلف الوسائل الإعلامية، كما رفض العديد من الدعوات التي وجهت له للمشاركة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية. فنان لم يسكن الفيلات ولا القصور، ولكنه استقر في قلوب عشاقه، وحجزت له زاوية مهمة في ذكريات المواطنين البسطاء.